السلام عليكم، ازي حضراتكم؟ عاملين ايه؟ يا رب بخير يا رب. فيديو جديد معانا من فيديوهاتنا ازاي تشطب شقتك. حاجه نتكلم فيها مهمه جدا. هي وانا بشتغل وبدهن الشقه وبدات اسس معجون خلاص. في ناس للاسف تبدا بعض النقاشين ادهن وابطن، وبعد المعجون ادي السيلر بتاعي وادي اول وش، وبعد كده يبدا يلقط المعجون بتاعه على الديفوهات اللي موجوده في الحيطه. طبعا يا جماعه ده من اكبر الغلطات اللي بتبان في الفينش، بتبقى سيئه جدا، بتبان كانها رقعه وحاجات هتكلم فيها في الفيديو وحشه جدا. نخلي بالنا منها، وبتبقى فرقها بسيط يعني، بيبقى كسل صنايعي، نسال الله العافيه يعني، فبتبقى الموضوع مش احسن حاجه. المشكله يا جماعه انا خلاص خلصت معجون، خلصت وات ايفر، انا كام 3 سكاكين 4 سكاكين، هي مش بكتر العدد ولكن حسب الحيطه ايه، لغايه ما الحيطه تتظبط. طب خلاص الحيطه ظبطت تمام وصنفرت و100 100، ابدا انزل خلاص الهبو بتاع الصنفره من على الحيطه، وبعد كده ابدا ابطن سيلر. بتبطل سيلر ليه يا جماعه؟ ببطل سيلر عشان اقفل مسامات المعجون، تقوم ما تمتصش البويه اللي انا هحطها، سواء ربع لمعه سواء نص لمعه، يبقى خلي بالي من النقطه دي مهمه. طيب انا خلاص بطنت بسيلر، وانا ماشي بقى ابدا بقى بكشاف الحلو كده واشوف بقى الدنيا عامله ازاي. من ضمن الحاجات المهمه يا جماعه وانا ببطن سيلر، ما لونش السيلر، خلي السيلر ابيض خالص مفيش مشكله، علشان لما ادهن اللون ما يأثرش على درجة اللون بعد كده معايا. في ناس تقول لي طب انا هبطن بقى وعشان يخدم بقى، اللي هو يعني بيجود بقى، اللي هو عشان يخدم لا يا عم مش عايزين حاجه تخدم، خاصه لو اللون كمبيوتر يا جماعه. عايزين نحافظ على نقاء اللون، الوشين بتوعي بتوع الفينش يبقى لون بيور حسب الدرجه اللي انا جايبها من الكمبيوتر. فبالتالي انا خلاص بطنت، خلصت همشي بالكشاف بتاعي، لقيت ديفوهات خلاص هبدا القطها. بس بعد ما لقطها في نقطه بقى مهمه، لازم بعد ما لقط وخلاص التلقيطه تنشف، زي ما بنقول اموت المعجونه، ما اخليش ليها حواف، هي مربعه، اصنفرها كويس جدا، وبعد ما اصنفر ما ادهنش على المعجون، ما ادهنش ربع لمعه نص لمعه على المعجون، اكبر غلط هتلاقيها طفت معاك في الفينش وبقى شكلها وحش جدا. في صناعات تستسهل، يا باشمهندس ماشي، انا برفض الكلام ده في شغلي، انا برفض الكلام ده رفض قاطع يعني. خلاص انت لقطت، في عندك مشكله، خلاص بعد ما لقطت بالمعجونه بتاعتك ابدا زي ما بنقول كده زفر التلقيطه دي بالسيلر تاني، علشان بعد كده وشين الفينش يبقوا وشين فينش بس، مفيش فيهم لا تلقيط ولا فيهم معجون ولا فيهم حاجه، الحيطه تبقى رايقه شكلها حلو، مفيش حاجه طالعه وداخله وخارجه، ويا رب بيوتنا تتملى كلها بركه.